الموسم الثاني من مسلسل شادو هانترز يعمق المشاهد في عالم رام بالتحديات والمخاطر، حيث تتشكل الصراعات الشخصية والجماعية بين الشخصيات، وتعقد بشكل جزئي العلاقات ويضع الجميع على حافة الخطر. كلاري فري، البطلة الشابة التي اكتشفت في الموسم الأول أنها ليست مجرد فتاة بل صيادة دم نقي، تجد نفسها في قلب معركة لم تكن تتخيلها أخيراً. أعلم، جوسلين لا تزال في غيبوبة بسبب تعويذة ويكدة، وكلاري مستعدة لفعل أي شيء لعودتها. ومع مرور الوقت، وصل كلاري إلى أن كمية كبيرة ما كانت تتخيله، ومع ذلك تعلمون أن هذه القوة تأتي مع ضخامة كبيرة. في حين أن الجميع يكافحون على محاربة الشياطين ويحمي العالم من فلنتين، تجد كلاري نفسه في مواجهة صراعات داخلية وشكوك حول هويتها ومكانها في هذا العالم. فلنتين مورغنستيرن، والد كلاري جيس، تابعا في تنفيذ خطتها للشريرة لإنشاء جيش من للشياطين باستخدام الكأس المميتة، مما يهدد بتدمير كلمة بناه للصياد ونعبر العصور. مع استمرار فلنتين في جمع الأدوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها، تصبح فينجر التي تمثله أكبر وأخطر. جيس، الذي كان دائما يشعر باليقين بالإضافة إلى دوره كصياد، يبدأ في مواجهة أزمات هوية عميقة بعد أن اكتشف أنه ابن فلنتين، الرجل الذي يمثل الشر المطلق في نظر الصيادين. وهذا لأشك أن أوراقه ممزقة بين ولائه لأصدقائه وعائلته وبين عائله، لأنه قد يكون مقدرا له أن يسير على خطى والده. يكافح جيس للتصالح مع هذه الأفكار، لكنه يجد نفسه في النهاية مجبرا على مواجهة وجهه ومواجهته حقيقة من يكون بالفعل. في هذه الأثناء، تصبح العلاقة بين ليكود ليت مغنوس أكثر مخاطر جدية. أليت، الذي نشأ في عائلة تلتزم بقوانين الصيادين السادية، يجد نفسه في موقف غير مألوف عندما يلتزم بحب مغنوس والثبات والغامض. لتمثل ما يمثل تحدياً لوجودها للتقاليد وللمجتمع الذي يعيش فيه ليك. أمامها العديد من الصعوبات، بما في ذلك عدم الثقة والصراعات الداخلية التي لا يمكن الاتفاق عليها. ومع ذلك، يظل حبهم قائماً، ويثبت أنه قوي من أي عقبة تواجههم، حيث يبدأان في بناء حياة تضامنية على الرغم من التحديات التي تجبرهما على طريقهما. هذه احترام الاعتبارات التي تعتبر أكبر داخل عالم الصيادين، حيث تواجه الشخصيات التحديات المتعلقة بالهوية والانتماء، وما يعنيه أن تكون مختلفاً في عالم المحافظين المتقدمين والقوانين السعداء. إيزابيلا ليتوود، الأخ الأكبر، يواجه تجربة مروعة عند ما يجد نفسها متورطة في الإدمان على دواء خطير يسمى فين، الذي نتج قدراتها القتالية لكنها يستهلك روحها أيضاً. يقودها هذا الإدمان إلى طريق مظلم، حيث يبدأ في السيطرة القوية على نفسه، ويتجه نحو شنق بخيط رفيع. خلال هذه المهمة الصعبة، تجد إيزابيل نفسها تنجذب إلى رافائيل سانتياغو، زعيم عشيرة الدماء في نيويورك. رافائيل، الذي يكافح من أجل البقاء بشكل متقن لقوانينه الخاصة، يجد نفسه في موقف صعب عندما يبدأ في تطوير المشاعر نحو إيزابيل. التزاماتهما تصبح أكثر مخاطرة بسبب المسائل المتعلقة بالفصائل المختلفة في العالم، مما يجعل من الممكن تحقيق هذه المصالح بشكل محتمل. إيزابيل ورافائيل يواجهان تحديات صعبة للغاية، والولاء والاختلافات بين عالميهما، مما يجعل قصتهما واحدة من أكثر القصص إثارة وتعقيدا في هذا الموسم. الصراع بين مختلف الفئات المختلفة في عالم الصيادين يتم تقييمها من خلال الحلقات. الشياطين، واضحي الدماء، المستذئبين، وحتى الجنيات، يجدون أنفسهم مجبرين على التعاون ضد إخفاء فلنتين المتزايد. ومع ذلك، هذه الهدايا المميزة تكون هشة للغاية، وغالباً ما تكون علاقات متبادلة بين مصالح متبادلة مؤقتة وليس على الثقة في الواقع. وهذا الأمر يؤدي إلى العديد من الخيانات والمواجهات التي لا شك في أنها لا تزال عامة. شخصيات تجد نفسها قوية جدا، بعضها يتعلق بخيانة الأصدقاء من أجل حماية الفصيلة الخاصة بهم، وتقبل الآخرين بتضحيات شخصية كبيرة من أجل القائد الصالح.
تصل هذه المسائل إلى روبرتا في معركة نهائية حيث يجتمع الجميع فانتين يمنعه من تحقيق أهدافه الشريرة. كلاري التي بدأت هذا الموسم وهي فتاة تبحث عن ألم وتحاول فهم مكانها في العالم، وتنتهي الحال كقائدة قوية وهزمة في مواجهين لشر. لكن الطريق إلى هذا لم يكن سهلاً، فقد واجهت العديد من الصعوبات الشخصية على طول الطريق. مع اكتشافها لقدراتها الخاصة، تجد كلاري نفسها تعانق بالعداء من كل جانب، ومع ذلك تستمر في القتال من أجل ما نؤمن به، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة الأب والتضحية بكل شيء من أجل تقليص العالم. يبرز هذا مدى قوة كلاريزمها، مما يجعل منها تحولاً واحداً أكثر شهرة، حيث يشهد دائماً وقيداً في المسلسل. الموسم الثاني من شادو هانترز ليس فقط رحلة في عالم رام بالخيال والآثار، بل هو أيضاً عميق للعلاقات الإنسانية وللصراعات الداخلية التي يواجهها كل الشخص عندما يجد نفسها في مواجهة قوى أكبر منها بكثير. الشخصيات التي تواجه التحديات الصعبة بالهوية والانتماء والولاء، مما يجعل من هذا الموسم تجربة مميزة ومعقدة تأخذ المشاهدين في رحلة عبر عالم مثير للغاية بالغموض والخطر. نهاية الموسم ترك المشاهدين مع العديد من الأسئلة غير المجابة والتوقعات الكبيرة لما بعد ذلك في المستقبل، حيث يبدو أن التحديات لم تبدأ بعد وأن الصراع بين الخير والشر ما استطاع في بدايته.